السلام عليكم. الموضوع ديال اليوم نناقشوا فيه الدولة المحورية. بزاف ديال المرات كنسمعوا بزاف ديال المنابر كيهضروا لنا على الدولة المحورية، ولا سيما هوكستان. لا، دولة محورية، دولة ضاربة، دولة ما عرفت. الدولة المحورية شكون مثلا من الدول ديال شمال افريقيا دولة محورية؟ ما نقولوش كاع شمال افريقيا، لان كاينه مصر في الجهه الاخرى دوله محوريه بالنسبه للمنطقه ديالها. بالنسبه للمنطقه ديال المغرب، ما نقولوش المغرب العربي لان ما تعجبش شي وحدين، نقولوا المغرب الكبير. هنا كاين جوج دول نقولوا هي اللي تبغي تلعب داك ليدرشيب، داك الرائد: الجزائر والمغرب. والصراع ديالهم منذ القديم على هاد الرياده. من هي الدوله اللي عندها الرياده؟ نشوفوها مثلا في الظروف الرهينه، باش ما نمشيوش بعيد، نمشيوش في التاريخ ونغوصوا في الاعماق ديال القديم. شوفوا ما هو جديد وحديث الساعه وموجود، يعني ما هو آني. اليوم شكون الدول اللي مثلا لمسوا فيها انها دولة محورية؟ والدولة المحورية يعني هي اللي عندها تأثير في المنطقة ديالها. هل هي الجزائر أم المغرب؟ بالنسبة للجزائر، نحن كنشوفوا صراع مع المغرب، صراع مع ليبيا، صراع مع مالي، صراع مع النيجر، وعاد صراعات أخرى خارجية، نقولها خارج المنطقة. نهضروا غير الصراعات ديال المنطقة. عندها تونس هي البوابة الوحيدة اللي عاد فيها المد والجزر، يعني ماشي ثابتة 100%، ماشي مضطربة 100%، مرة اضطراب مرة. وهذا نتيجة ظروف تونس من طبيعة الحال، نتيجة الظروف الاقتصادية والسياسية اللي راه تعيشها تونس، واللي مخلي تونس باقا لينة مع الجزائر. أما الدول اللي في المحيط ديال الجزائر كلها عندها مواقف صارمة من تجاه الجزائر، وآخرهم هو الموقف ديال مالي. مالي اللي سحبت السفير ديالها وبخت السفير الجزائري، وسحبت السفير ديالها من الجزائر، وبالتالي حتى الجزائر سحبت السفير ديالها. واقعين في النيجير اللي عاوتاني داروا في الجزائر، يعني واحد العدد ديال المشاكل عند الجزائر. يعني دولة محورية، إلا جينا نشوفوا هي دولة مؤثرة، وسلبا ولا إيجابا غادي نلقاو الجزائر مؤثرة سلبا بحكم الواقع. العلاقات كلها متوترة مع المحيط ديالها. نشوفوا المغرب مثلا. المغرب عنده توتر واحد، هو الجزائر. علاقة المغرب بموريتانيا ما كاين حتى مشكل. علاقة المغرب بدول الساحل لا مشكل. علاقة المغرب بغرب افريقيا بشمال افريقيا بكل شيء لا مشكل. نشوفوا المردودية، اش كتعطي الجزائر مثلا للمنطقة، باش غادي مثلا تأثر على المنطقة. واش الجزائر عندها دور يؤثر على المنطقة إيجابا قلنا سلبا؟ راه كاين العلاقات متوترة. هنا باغا تدعم الإرهاب، هنا باغت النيجير باغا دير عليهم بطالة ودولة عظمى، وباغا تفرض عليهم القوانين ديالها والطرح ديالها، وباغا دير لهم انتخابات، وباغا هي باغا تقاد لهم الدولة. واحد الوقيته اللي هي عندها دولة
رايبه ما مقاداش، باغيه هي تقاد النيجر. في مالي نفس الشيء، عاوتاني التدخل ديالها دخلت لهم الفاغنر، منوضه لهم الروينه مع الازاواد، مره الدعم، مره كانت دايره اتفاقيه هي اللي تشرف على الاتفاقيه ديال مالي مع الازاواد. آه، من هنا كتدعم مالي، ومن الجهه الاخرى كتدعم الازاواد، بخلق القلاقل. والماليين فهموا هذه، عرفوا بان الجزائر تلعب بجوج ديال الادوار، وما بغاش الامور تصفى ولا تهنى، ولا بغا تخلق غير المشاكل، بغا تعقد الامور. بالنسبه للمغرب، لقاو المغرب عنده دور مثلا في ليبيا، واحد الوقيته اللي الليبيين ما لا علاقه لهم مع الجزائر، وبالعكس كاين تشنج مع ليبيا. اللقاءات الليبيه كلها كانت في المغرب، مشاورات الليبيه كانت في المغرب. المغرب احتضن عده لقاءات ليبيا، والمغرب والليبيين قابلين على المغرب يكون وسيط. بالنسبه لموريتانيا، رغم ان موريتانيا عندها موقف يعترف بجمهوريه الوهم، الا ان المغرب لا يحاسبها، وفتح معها علاقات تجاريه ويتعامل معها، وما عنده حتى اشكاليه معها. مالي رغم انها معترفه بجبهه الوهم وجمهوريه الكرتون، المغرب استدعاها باش تكون من دول الساحل اللي غادي يفتح لها المغرب بوابه على المحيط الاطلسي. والمغرب داخل معها في استثمارات، ما يتدخل في شؤونهم الداخليه، مشغول فيهم، موقفكم خليوه عندكم، اجي نتعاملوا تجاريا، والسلع المغربيه توصلت لمالي. النيجر نفس الشيء. فكاع الدول ديال المحيط ما عندهاش مشكل مع المغرب. الجانب السياسي المغرب ما عنده مشكل حتى مع دوله، رغم ان بعض الدول ضد قضيته وما يحاسبهاش المغرب، وداخل معها في استراتيجيه. هذه الاستراتيجيه المغربيه مثلا اللي طرح المغرب ديال الدول المطله على المحيط الاطلسي. هاد الدول المطله على المحيط الاطلسي اللي المغرب خدام عليها، هذه الاستراتيجيه اللي خدام عليها المغرب منذ سنوات، يعني ماشي جديده، وماشي تعلن عليها جلاله الملك في الخطاب ديال المسيره، عاد اكتشفناها. في الخطاب ديال المسيره حدد الخطوط العريضه ديالها، الا ان البدايه ديالها كانت مع انبوب الغاز النيجيري المغربي. قبل منها كانت بعدا دارت اجتماعات ديال الدول المطله على المحيط الاطلسي. المغرب راه عقد 3 ديال الاجتماعات لهاد الدول المطله على المحيط الاطلسي. هاد هي الظروف لان يتطرح المشروع ديال انبوب الغاز النيجيري المغربي، واللي قدر المغرب يجمع فيه تكتل ديال 13 دولة مساهمة في المشروع. وكان باستراتيجية نتاع أن الكل سيستفيد من الغاز النيجيري بشكل أو آخر، والكل غادي يستافد من التنمية اللي غادي ترتبط بهذا خط الأنبوب. والمغرب طرح استراتيجية توحيد شمال إفريقيا، غرب إفريقيا، من شماله لجنوبه، وجر حتى دول الساحل حتى هما دمجهم في هذه الاستراتيجيه. هنا شكون هذه الدوله المحوريه؟ المغرب وقع عنده اجتماع ديال دول الساحل الربعه مع المغرب، اللي هي مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، وغادي يزيد عليهم المغرب، مازال موريتانيا حتى هي داخله، ومازال يمكن داكشي ينزل حتى السودان ولا ينزل. واتفقت دول الساحل على اساس انها تمشي مع المغرب في هذه الاستراتيجيه. فهنا المغرب
يجسد الدولة المحورية، يجسدها اقتصاديا، يجسدها على أرض الواقع. المغرب داير استراتيجية اقتصادية تهم هاد الدول كاملة اللي قلنا عليها، ديال شمال إفريقيا، ديال دول الساحل مع دول الأطلسي. المغرب فتح لدول الساحل، غادي يفتح لدول الساحل بوابة على المحيط الأطلسي لتصدير واستيراد السلع ديالهم وتسهيل العمليات اللوجستيكية لهاد الدول هادي مع العالم. المغرب فرض راسو دولة محورية، ماشي بالهضرة، ماشي بالإعلام، الأعمال، الأفعال، الإنجازات. خلى دول الساحل تثق في المغرب وتمشي مع المغرب في سياسة رابح رابح، غادي يربحوا. المغرب يقدم الربح للدول، سي نورمال الدول غتجي عنده، غادي يكون هو الدولة المحورية. وهنا المغرب دولة محورية سياسيا. هذه الاستراتيجية المغربية خلات الأعداء ديال المغرب يتركلوا، خلات الجزائر تركل. ديك البيرتورباسيون اللي وقعت لهم، يعني داك الارتجاج اللي وقع لهم خلاهم يخسروا علاقتهم بمالي. كيسمعوا بان مالي غادي تكون من دول الساحل وغادي تجي للمغرب وداخله في هذه الاستراتيجيه، بغاو يضغطوا على مالي. اش داروا المالي؟ استدعوا واحد الامام يساند المعارضه، يساند الازواديين، استدعوه باش يجي للجزائر. فاش جا الجزائر استقبل من طرف تبون والمخابرات الجزائريه، واللي بلاتهم ان الصور بانوا فيها رجال المخابرات الجزائريه، بان فيها جبار مهنا وبان فيها عبد المجيد مجاهد. دونك هنا مالي صافي، قالوا لها احنا غادي ندعموا الارهاب عندك، ندعموا المعارضين، ندعموا الانفصال. سي نورمال مالي تاخذ القرار ديالها، تاخذ موقفها. هنا مالي خدات الموقف تاع الناس، استدعات السفير الجزائري، سمعوه داكشي اللي ما كانش باغي يسمع. استدعاتو الجزائر للمشاورات، استدعاو السفير ديالو للمشاورات، بدات العلاقات غادا تقطع. هدات مالي، هزات ورقات الصحراء المغربيه، غادي نعترفوا بالصحراء المغربيه والحكم الذاتي. الجزائر ولات باتيني، ردوا السفير ديالهم. من الجهه الاخرى فرنسا حتى هي داخله في اللعبه. فرنسا ضغطات بعدا على الجزائر باش ترد السفير ديالها بسرعه، لان مابقاش عندها كاميرات اللي غادي يجيبوا ليها الخبر. الا مشى السفير الجزائري فرنسا غتعم، ما عندهاش اللي يوصل لها الاخبار ديال اش واقع في مالي. ردوا السفير باش يزود فرنسا الام بالتقارير اليوميه على ما يقع في مالي. زادت فرنسا حركات موريتانيا باش دير هذه الخطوه ديال رفع الرسوم والضرائب على السلع المغربيه. وهنا موريتانيا ما تقومش بهذه الخطوه الغبيه الا اذا كان عندها دعم وتعويض. لان هذه الخطوه هذه اللي دار بود الغزواني قد تاثر مباشره على القدره الشرائيه ديال المواطن الموريتاني. معناها تزيد الضرائب، زياده الضرائب هي غلاء الاثمان، لان التاجر كيجيب السلعه وتزيدو في الضريبه كيزيد في السلعه ديالو، ديك الضريبه غيخلصها المواطن اللي غادي يشري من عنده. يعني في الاخر غترجع للمواطن الموريتاني واللي غادي يخلصها، وبالتالي غادي يكون غلاء. وهنا بحال رئيس كيعاقب شعبه. واش كاين شي رئيس يقوم بهذه الخطوه هكا؟
لا يمكن، واخا يكون غبي غادي يعرف بان هذه الخطوه راه غادي تؤدي لتأجيج الجماهير، وغادي تخلي الشعب ينوض مظاهرات وينوض يريكلامي، لان غلاء المعيشه راه غادي غادي ينوض الفيضان في البلاد. واش ولد الغزواني ساذج ما يفهمش، ما عندوش مستشارين؟ عنده، ماشي ساذج وانسان واعي ويفهم، ولكن علاش قام بهذه الخطوه هذه وهي ضد الشعب الموريتاني؟ كاين حاله من الحالتين، او حاله وحيده، هو ان ولد الغزواني اعطي له الامر باش يقوم بهذا العمل، ماشي هو اللي قام به بعدا. هذه من البديهيات، انه ولد الغزواني ماشي هو اللي قام بهذا العمل، وماشي سياسته سياسه خارجيه. فرنسا هي اللي امرته بفعل ذلك. وهنا غادي فرنسا تعطي الضمانات والجزائر تمول السوق الموريتانيه، وغادي مازال نسمعوا بان السلع راه تدخل من الجزائر، وماشي عاد من الجزائر، ما غاديش تدخل من الجزائر مباشره، غتجي عن طريق البحر باموال جزائريه. فرنسا غادي تضمن البقاء لولد الغزواني في الحكم، والجزائر غتمول السوق الموريتانيه بالسلع باش ما يكونش الغلاء، ما ترتفعش الاسعار. سينو ولد الغزواني ما يديرش هذه الخطوه هذه. كاين الفرضيه الثانيه، هو ان ولد الغزواني بغى يلعب هذه الورقه مع المغرب باش يبان بانه راه دوله مهمه. كاين بزاف اللي خداو هذا الطرح هذا، كيقولوا موريتانيا بغات تثبت وجودها مع المغرب بانها دوله مهمه ومحوريه وخص تستشار وخاص يعني، لان قالوا ما تستدعيتش في الاجتماع ديال دول الساحل والمغرب. وخرج بوريطا قال لهم، كيسولوه على موريتانيا، قال لهم موريتانيا اصلا دوله اطلسيه، راه داخله في الحوار ديال الاطلسي، يعني لا داعي انك تجيبها مع دول الساحل، هي راه ديجا داخله في الحوار، راه جزء من هذه الاستراتيجيه. هذوك اللي استدعيناهم حيت غادي يتزادوا يضافون على هذه الاستراتيجيه ديال دول غرب افريقيا والدول المطله على المحيط الاطلسي. يعني موريتانيا لم تستثنى، فعلاش موريتانيا غتخرج بهذه الخطوه هذه؟ هناك علامه استفهام. انا ارجح ان فرنسا وراء هذه العمليه، لان فرنسا مغتاظه من المغرب بشكل كبير، وهذا الصراع اللي هذه راه غادي في 3 سنين دابا، وحنا في الصراع مع فرنسا، راه باين. فرنسا مغتاظه من المغرب لان فرنسا حطها المغرب امام الامر الواقع. المغرب حاصر فرنسا وحاصر الجزائر وضعها في الزاويه، وحاصر فرنسا شطبها من افريقيا، والصراع كله يدور حول الصحراء المغربيه. فهنا شكون الدوله المحوريه؟ واش الدوله التي تحرك كامل المجموعه، او لا الدوله اللي جامده لا وجود لها في الحركه السياسيه، جامده؟ من يحرك حتى الجزائر راه هو المغرب. وخا الجزائر تتحرك ضد التيار، راه من يحركها هو المغرب، وهي السياسه المغربيه. يعني من يرسم السياسه في المنطقه، في افريقيا وفي شمال افريقيا، راه هو المغرب، ولا دوله اخرى غير المغرب، واللي يرسم السياسات واللي ينتج الفكر السياسي. اما الاخرين تبع ومعارضين، ما يعارض حتى يكون يعطيه المغرب الماده اللي غادي يعارض عليها. لان اصلا بحال داك اللي يكون يناقش معاك وما عندوش ان باجاج، ويتسناك تقول فكره ويبدا يناقش فيها، الفكره ديالك واللي يناقشها معاك. نفس الشيء واقع للجزائر، ان الثاني المغرب يرسم شي حاجه، يطرح شي حاجه، عاد يوليو يناقشوها، ينطلقوا منها، لان لا ينتجون شيئا، بينما المغرب ينتج. وقلتها واحد الوقت، قلت المغرب ينتج الفكر السياسي المعاصر. المغرب انتج عده افكار، ومن بينها هذه الاستراتيجيه ديال غرب افريقيا، وهذه
توافق مع أمريكا. كاين واحد جانب آخر غنخليوه من بعد، هو دخول المغرب أو لا تشكل النظام العالمي الجديد. راه بزاف ديال المفكرين كيهضروا على هذه التشكيله الجديده ديال النظام العالمي الجديد. وحنا سمعنا حتى عمر هلال قال بان راه المغرب اقترحته امريكا باش يكون من الدول الدائمه دائمه العضويه في مجلس الامن، يعني راه غادي في هذا التوجه هذا انت تشكيل نظام عالمي جديد، والمغرب يلعب دورا محوريا في هذا التشكيل ديال النظام العالمي الجديد. وهنا غتدخل في هذا الاطار داخل هذه الاستراتيجيات الاطلسي اللي هنا داخله في تشكيل الحلف الاطلسي، جنوب الاطلسي. وهذه الاستراتيجيه كاينه في المغرب، في افريقيا، في غرب افريقيا، وفي شرق امريكا اللاتينيه. الدول المطله على المحيط الاطلسي في امريكا اللاتينيه عندها نفس التشكيله، والمغرب هو اللي صاحب هذا الدور، والدوله المحوريه في المنطقه وفي افريقيا. المغرب يلعب ادوار محوريه عطاها الواقع، موقعه الاستراتيجي من جهه، وسياسته وتاريخه، ويعني حتى نضج السياسيين المغاربه. فهنا حتى فرنسا راح تلعب المحور المغربي، حتى هي سياستها في افريقيا تدور حول المحور المغربي. المغرب اش دار لفرنسا؟ فرنسا، المغرب عارف بان فرنسا هي صاحبه الدور الاكبر في الصراع المغربي الجزائري. المغرب عارف هذه، المغرب عارف بان فرنسا هي سبب المشاكل في شمال افريقيا. المغرب عارف بان فرنسا هي من يعرقل استقلال المغرب. المغرب عارف بان فرنسا تدعم الانفصال في المغرب، وفي الواجهة تعلن انها مع الحكم الذاتي وانها تشيد، وكانت دارت الفيتو شي مره على المغرب باش ما يخرجوش قرارات فاش كان باقي المعسكر الاشتراكي قوي وكان يأثر على مجلس الامن. فرنسا رغم تعاملها مع المغرب كانت في الخلف تطعن المغرب عن طريق الجزائر. من طبيعة الحال الجزائر هي الأداة اللي كانت فرنسا تطعن بها المغرب، وهي الأداة الدائمة ديالها، راه باقا مستعمرة ديالها، فهي اللي كانت تطعن المغرب بالخنجر الجزائري. المغرب فاهم هاتي، وباش غادي يحارب فرنسا، فرنسا قوة عظمى، ما غاديش المغرب يتحارب معها بالسلاح، فكاين حرب الذكاء. المغرب فاش خرج من الاتحاد الافريقي، حسن الثاني الله يرحمه برحمة الله كان داهية، فاش خرج من الاتحاد الافريقي دخل الاتحاد الافريقي، دخل لافريقيا، خرج من تنظيم ودخل في الواقع. وبدات العلاقات المغربيه الافريقيه مع كاع الدول الافريقيه. فاش شوف الحسن الثاني جا محمد السادس ليتمم استراتيجية الحسن الثاني. مع اعتلاء العرش محمد السادس بدا الجولات ديالو في افريقيا، وهنا المغرب غادي يرسخ الجذور ديالو في افريقيا على مدى واحد 20 سنة، والمغرب خدام في الصمت يرسخ جذوره في افريقيا. طلب الابناك وغير النظرة ديال الافارقة على الابناك، ولاو يعتبروا البنك المغربي هو البنك اللي يخدم مصلحتهم، لان لمسوا فيه المصداقية. الابناك المغربية خدمات كيما ما تخدم في المغرب، خدمات في الدول الافريقية، ما خدماتش بالنهب بالشكل اللي كانت تخدم به الابناك الفرنسية، خدمات بالشكل اللي تخدم به في المغرب، تعطي قروض للسكن، قروض للتنمية، قروض للاستثمار، قروض وتساعد في التنمية ديال البلاد. في واحد الوقت اللي كانت القروض الابناك الفرنسية تعطي قروض غير للشركات الكبرى وتتعامل غير مع الكبار. الشعوب الافريقية لمست المصداقية في الابناك المغربية،
وبالتالي الشعوب ولا تمشي والدول ما غاديش تبقى بعيده على شعوبها. حتى الدول لمسوا بان المغرب، الابناك المغربيه تمول مشاريع كبرى في بلدانهم بدون تعقيدات. هنا بدا كل شيء يهرب من الابناك الفرنسيه وينضم للابناك المغربيه، وبالتالي غادي تبقى الابناك الفرنسيه تخسر والابناك المغربيه تربح، حتى استولات الابناك المغربيه على الابناك الفرنسيه. في كل الدول الافريقيه اللي دخلت لها الابناك المغربيه، استولات الابناك المغربيه على ما كان فرنسيا. اتصالات المغرب، دخل المغرب اتصالات المغرب نهار اللي بانت تيليكومونيكاسيون، دخل المغرب اتصالات المغرب نفس الطريقه باش كان يخدم المغرب، باش خدم اتصالات المغرب في المغرب خدمات في الدول الافريقيه. كاع الدول لمسوا بيننا الفرق كبير ما بين اتصالات المغرب وما بين ماروك تيليكوم وفرنسا تيليكوم واتصالات فرنسا. لغاو العقد ديالهم مع اتصالات فرنسا وبقاو مع اتصالات المغرب. دخلوا بعد اتصالات المغرب كونكورونت، منافس لاتصالات فرنسا، بقى الشعب يهرب من اتصالات فرنسا ويمشي لاتصالات المغرب، حتى مشات اتصالات المغرب فرنسا حيدها المغرب من افريقيا، الا بعض الدول اللي بقات فيها اتصالات فرنسا تيليكوم الاغلبيه حيدوهم. نفس الشيء وقع مع المناجم. نهار اللي دخلت مناجم المغرب لاحت الشركات الفرنسيه للتعدين، الشركات اللي كانت تنتج مثلا 100 طن وتديكلاري 40 طن 60 طن وتعطي الرشاوي للمسؤولين وتخرج داك الشيء وتهرب في المواد الاوليه ديال الدول الافريقيه. المغرب دخل بالشفافيه، تجنا 100 طن 100 طن ها ديالك ها ديالي، 500 طن 500 طن ها ديالك ها ديالي. شافت الدول بيننا داك الربح اللي ولا كيبان ليها في المناجم ديالها عمرها ما شافته مع فرنسا. ولاو العقود الجديده كلها مع المغرب، مع مناجم المغرب. الشركات الفرنسيه سال العقد الله يعاونكم، بدات فرنسا تخرج. لي طرافو بيبليك والبناء، شركات البناء دخل المغرب بشركات مجهده. هو في السدود المغرب عنده تجربه كبيره في السدود، بناء السدود بقاش يستشروا شي واحد اللي بغى يبني سد في افريقيا، الشركات المغربيه تبني له السد. العمران، السكن، المغرب مشى عنده تجربه في السكن الاقتصادي كبيره جدا. السكن طرقات قناطر ولا السدود. بدات الشركات الفرنسيه تسقلوها. المغرب لو ديزون يعني ارخص ثمنا والجوده والخدمه، ويخدم اولاد الدول اللي يكون فيها المغرب. حتى شركاته مثلا لوسيبي دخلت دار استثمارات في دول افريقيه وداروا لهم ديزانستالاسيون ديال التريتمون ديال الفوسفات. المغرب دار فورماسيون لي زانجينيور ولي تكنيسيان ولي زوفري ديال ديك الدوله، ودار لها الانستالاسيون وتنتج الماده ديالها، تنتج الاسمده ديالها والمشتقات ديال الفوسفات عندها بلادها بولاد بلادها. المغرب يدير لا جيرونس، المغرب جيستيونير. هنا كاع الدول يشوف فيك انت جايب له اكسير الحياه، جايب له باش يتقوت باش ياكل، وعطيه له ما درت عليه لا قيود لا والو، علمته. المغرب دخل بالتكوين المهني، دخل يكون الشباب الافريقي. فكيفاش ما يثيقوش فيك؟ بيان سور راه يثيقوا فيك. بداو يرميو فرنسا قزمها المغرب في افريقيا، والسبب هي قضيه الصحراء. رجعوا للسؤال ديالنا الاول، من هي الدوله المحوريه؟ كان المغرب ام الجزائر؟
كيجيو يشرحوا هاد المعطيات، والكثير منها بزاف باقي ما غاديش نقول كلشي، انما بزاف. اش غنقولوا؟ شكون هي الدولة المحورية؟ شكون هي الدولة التي ترسم السياسات في المنطقة؟ هل هو المغرب أم الجزائر؟ وهنا الجواب لكم نتوما اللي غادي تكتبوه تكتبوه في التعليقات ديالكم، قولوا لنا شكون هي الدولة المحورية، هل المغرب أم الجزائر؟ الدولة اللي بغات قال لك غتحبس حبسات القروض، المساعدات على الدول الإفريقية. المغرب ما يعطيش المساعدات، كنسمعوش المغرب يعطي المساعدات. المغرب ماشي يعطي الصداقات، المغرب يكون باش الناس تنتج، هي ما يعطيش الصداقة. هاد الصداقات كاينين عند دول الريع، هما يعطيوها حتى لشعبهم، حتى شعبهم راهم يعطيو دوك لي زالوكاسيون، غادي يخليو الشعب كسول. في المغرب كاش اللي يعطيك، كاين تخدم، من حقك الدولة انها تكونك، ولكن تخدم، تخلق الثروة ديالك. ابروبو بعدا راه واحد البرنامج ديال المغرب سميتو المقاول الذاتي، يلاه سمعت منه، راه داروه حتى هو في الجزائر. المقاول الذاتي راه ولات في الجزائر حتى هي. المغرب دارها في 2015، ويلاه داروا هاد الاسبوع هذا، سمعت شي وحدين عقبوا عليها. المهم نبقاو في سؤالنا، هو من هي الدولة المحورية الحقيقية؟ والسلام عليكم، ودعموا هاد القناة بشكل من الأشكال. يلا السلام عليكم، الله المعين.